طحتي في خوي والله ما انا تهضر هنا خسر الهضره هو ما يصورش منك هو كان ما يصورش منك ما عندكش انا تهضر هنا خسر الهضره. ها واحد السلام عليكم، كي دايرين الحباب؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا على خير وبخير وناقصكم حتى شي خير، تكونوا بصحه جيده واحوال طيبه. ومرحبا بكم معايا في هذا الفيديو هذا اللي غادي نهضر فيه. راه مشكله، راه واحد الجريمه وقعت، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، ديال هذاك الراجل اللي كبه من الشيب في بني احمد في مدينه سطات، اللي صفاها لهذاك السيد اللي هو جارو. المهم باختصار القضيه وما فيها هو ان داك السيد اللي صفاها للجار ديالو، المشكله هو ان هذا السيد هذا عنده مرض نفسي. بما انه عنده هذا المرض النفسي كان عليه يشدوه في المستشفى تاع الامراض النفسيه ما يرخيوش. المشكله كيفاش غادي تبدا؟ هو ان هذا السيد هذا هو مسؤول على حاشاكم على الطواليطات ديال المسجد، مسؤول عليهم. وكاين بزاف ديال الناس كيعطيو واحد التبرعات، او الناس كيبغيو يديروا شي تبرعات للجامع، فهو كيشدها وكيضربها لجيبو. وبحكم ان بزاف ديال الناس شافوا عليه بعض الحوايج اللي هما ماشي هم هذوك، هو انه كيشد القطوط وكيصلخهم وكيشويهم وبزاف ديال الحوايج. وعاوتاني هو دائما كيدير المشاكل مع الجيران مع الساكنه. هو السيد صحيح، يعني واخا تشوفوه شايب وكبه من الشيب والحيه وكذا، فهو البنيه ديالو صحيحه بزاف، تيدابز مع الاولاد مع الكبار مع الصغار، يعني حتى شي واحد مخليه في التقار ديالو. بزاف تاع الجيران ديال هذاك الدوار كيتشكاو من الافعال ديالو، واللي ما خلاتهمش انهم يمشيو يديكلاروو به اولا يمشيو للسلطات اولا شي حاجه، كيخافوا منه لانه هو صحيح وكيشوفوا عليه هذاك الشيء اللي كيدير مع القطوط. وغادي نحط لكم واحد الفيديوهات ديالو هنا ولا هنا انه شنو كيدير في الجامع، وكيفاش السيد كيصوروا على شي فعايل تيدير وبدا تيخسر معاه الهضره وكذا. المهم المشكله كيفاش بدات، غنرجع لكم المشكله كيفاش بدات معاه. طحتي في خوي والله ما انا تهضر هنا خسر الهضره هو ما يصورش منك هو كان ما يصورش منك ما عندكش انا تهضر هنا خسر الهضره. تصور حيت المهم المشكله اللي وقعت هو ان هذا السيد هذا جار ديال هذا السيد هذا شاف شي حوايج تيديرهم وكيشوفوا كيشد الفلوس، يعني تبرعات كتجي للجامع فهو كيشدها وكيضربها لجيبو، دونك ما كيعطيهاش للجامع. شافوا كيفاش كيتعامل مع القطوط ومع هاد الكلاب وداك الشيء كيفاش كيتعامل معاهم. فالسيد هضر معاه قال لي لا ما خصكش دير هاد الشيء وكذا، وكان دار واحد المشكل مع شي ناس، ووقف ليه هاد السيد هذا اللي هو الضحيه، وقف ليه عظم. ملي وقف ليه عظم كانوا وقعت واحد المشادات اللي هي كبيره بين هاد السيد وهداك السيد بولحيه. اللي وقع هاد المشكل بيناتهم، جاو دخلوا ناس ديال الدوار والامام ديال الجامع وصالحوه. ارى لك السيد مول الفعله في قلبه الضغينه، لانه هو ما تسرطاتش ليه كيفاش هذا يجي ويبقى يهضر معايا قدام الناس، اولا كيفاش مثلا يقول لي شنو درتي وشنو ما درتيش. السيد بقى حاكيها في قلبه، واخا صالحوه من الناس واخا جا الامام ديال الجامع، بقى السيد شادها في قلبه حتى لقى الطريقه المناسبه. السؤال اللي كيطرح نفسه هنايا هو كيفاش دار ليه، وفين دار الجريمه ديالو؟ واش دارها في الطواليط ديال الجامع ولا دارها في شي بلاصه؟ واش الناس ما تشمعتش الغوت ديالو كي دار هذاك السيد حتى طاح ليه؟ كيفاش تجاوبوا في الفخ؟ كيفاش ما يعني هادشي كامل مازال البوليس كيحقق فيه، مازال التحقيقات جاريه، ومازال بزاف د الحوايج. وسبحان الله هاد الناس اللي تيكونوا مرضين نفسيا، يعني عندهم انفصام في الشخصيه ولا عندهم ارتجاج في المخ ولا عندهم مرض عقلي، وتيبقاو يبانوا للناس على انهم هم واحد الناس يعني ظريفين ودراوش وبزاف د الحوايج، تيكونوا عندهم واحد القلب كيكون حاقد بزاف وما كينساوش العيب. واخا هو ان المساله راه ما كاينش فيها العيب، راه هو اللي دار العيب، هو اللي دار المشاكل، فهم ما تيبغيوش شي واحد اللي يحط عليهم او شي واحد يتناقش معاهم. بالرغم ان هذوك الناس ديال الدوار يعني الجيران كلهم هز عليهم الجناوه، كلهم حيح عليهم، كلهم حالف عليهم. هو حالف حتى يصفيها لذاك الدوار واحد بواحد، كيف ما قالوا الناس، قال لك حالف حتى يصفيها ليهم واحد بواحد. والسيد في هذيك الايامات اشنو دار؟ على ما قالوا الناس بانه داك النهاريات اللي وقعت الجريمه الله غد ليه لقاو داك السيد كيشوي. الناس كتقول والله اعلم، الناس اللي تيقولوا والله اعلم انه جبد الكبد ديالو وشواه وكلاه. هاد السيد هذا مريض نفسي، خطر على العباد وخطر على الساكنه. دونك نتوما ملي كنتو عارفينو علاش كتشدوه في السبيطار وكتوليو تطلقوه؟ هذا ما خصو يتشد، ما خصوش يخرج، هذا خصو يتكبل بالسناسل. وهاد الطريقه ديال هاد التفصيل اللي دار لهداك السيد اللي فصلو، هادي راه ما عرفتش واش كزار
الطريقه باش فصلوا لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، وباش مثل بالجثه ديالو بواحد الطريقه اللي هي خايبه. انا شاركت معكم هاد المعطيات هادو لانه بصح كنشوفوا البلاد ما عرفت مالها ولات بحال هكا. الظاهره ديال التخسار في المدرسه، بنت دابزت مع بنت تمشي تجيب زواره وتخسرها من وجهها. شيخه ولا دبر راسها، حنا ماشي شغلنا، كل واحد كيترزق بداك الشيء اللي ما غنقولوش ربي حيت ربي كيكتب الارزاق حلالا طيبا، ولكن كل واحد كيختار الطريق اللي كتسلكو. حنا ماشي شغلنا. شيخه كانت غاده، كل واحد شنو تيقول، الشيخه ولا كانت غاده يعني تزها، ولا حنا ماشي شغلنا. ناضت تخسرت من وجهها بجوج. الولد عنده 16 عام 17 عام مجري على امه في الشارع والناس كتشوف. حمل السلاح الابيض ماشي موت ديال الخضره ولا اولاو كيهزوا لك اسيدي الجناوه، واحد شي نوع من الجناوه ولا تيقولوا لهم البنانات، ولاو تيخرجوا بهم. فالناس ولات كتخاف على راسها. حنا نخافوا على ولادنا. الحمد لله حنا في اوروبا، ولكن ملي كتشوفي مثلا عندك العائله ديالك ولا عندك خوتك ولا عندك ولادك ولا عندك فكتخافي عليهم من الافات في الدنيا. ما يقولكش لا حكا حيت هذا شمكار داروا لي هكا ولا هذا لا لا لا، ما عندها حتى شي علاقه. الانسان كتبقى الافات في الدنيا، فلهذا خاص المخزن يتحرك، وخصهم يديروا شي حل لهاد الظواهر اللي ولات كتوقع. فالانسان ولا تيشوف هذا الشيء هذا مابقاش كيبغي كاع يهبط لبلادو. تخسر، الجناوه، القتل، الكريساج، ما نقول لكمش. كل مره كتسمعي فضيحه في شكل، كل مره كتسمعي مشكله في شكل. المهم هذا السيد هذا بولحيه اللي دار هذه الحاله هذه لهذا السيد هذا اللي هو الجار ديالو، خصو يتحكم باشد العقوبات. ما تقولوش واحد الانسان راه مريض نفسي خصو يمشي يتعالج، لا، خصو يجلس في الحبس ويتحكم باشد العقوبات. يا ريت كون الاعدام كيطبق عندنا في المغرب، لانه كاين بزاف ديال الناس اللي ولاو عندهم القتل، ولا عندهم بحال شرب الماء. يعني يمشي يقتل، يدير واحد الكارثه كحله زحله شنو يدوز فيها 20 عام ومن بعد اولا 30 عام، اولا يتحكم بالمؤبد من بعد يولي ليه المحدد ويدوز ويخرج. شنو حياتك ضاعت. حنا لا يهمنا، لانك انت لكل انت درتي داك الشيء هذاك المشكل ديالك انت اللي درتيه، انت تعاقبت عليه. ماشي تقول حكا خرج عنده 60 عام ما عنده ما يدير، صافي بقى تم حتى يموت تم، لانك نهيتي واحد الحياه ديال واحد الشخص. حنا ماشي شغلنا داك الشخص اللي مات يكون مزيان ولا يكون عيان. المشكله هو انه الجرائم حمل السلاح الابيض او الجرائم اللي بحال هكايا خاص بنادم ياخذ عليها اشد العقوبات، اشد العقوبات. لان الانسان ملي كتخسره من وجهه كتضرب عليها شهرين، ديرها هاد الشهرين. مشي تاكل وتشرب وتخرج عام، ديرها شاد العام. مشي ياكل ويشرب ويخرج 5 سنين، اخصو 10 سنين. علاش 5 سنين؟ 10 سنين ومن دون ما يكونش ليه بحال هاد النوع هذا، ما يكونش ليه العفو الملكي. العفو الملكي اللي خصو يستافد منه فقط الناس اللي داخلين على الانفاقه، الناس اللي داخلين على الطلاق، خصومه بين العائله. يعني بحال هكايا انسان كان كيتاجر في الكونتربوند، يعني كونتربوند راه الانسان لا اله الا الله محمد رسول الله ما نقولوش اما باش انت واحد يكون هاز جنويه، هاز موس، هاز زيزواره، وكيشدوا داك الزيزوار ولا داك الموس كيدهنوا فيه الثومه باش ملي كيضرب شي واحد لوجهه ما يوليش يتخيط. هاد الحاله هذه اذا عندك النيه ديال احداث الجرم، وعندك مع سبق الاصرار والترصد، ومهم انت دارس الخطه. علاش هاد الشيء؟ البنت تخاصمت مع صاحبتها في المدرسه تتخسر، الوالد تخاصم مع غير الاستاذ. والظاهره اللي ولينا كنشوفوها دابا حاليا حتى الاساتذه مع التلاميذ ديالهم. والله الا شحال هذه حنايا كنا كنخرجوا كنا كنلعبوا ميتش اللي في الوقت ديالنا الثلاثينات الربعينات، كنا كنلعبوا ميتش وحق الله العظيم كنشوفوا الاستاذ دايز والله تيبقى البول معنا بالخلعه حكا غدا غيقول لي الاستاذ كنمشيو للدار نبقى نكردو نحفظو باش غدا ما يقول ليناش شفتك البارح شنو كدير وكذا وكذا. كنا كنموتوا. هذا غير الاستاذ الا داز من زنقه هو راه ما مسوقش ليك. كنا كنموتوا بالخلعه. الاستاذ وحق الله كنا عينا جينا الصباح معطلين هكا ما كناكلوش هكا ما بقاتش، ولينا كناكلو هكا كيعطيك هكا ومع الصباح والبرد كتبقى هادشي كتبقى دير كتبقى تسخن يديك وتمشي. اولا كينزل معاك بضربه للراس تنقول لك الراس ديالك تتقب ما كتقدريش صافي ما كتقدرش تهضري كتمشي. وهذا دابا لا، ولا الاستاذ يتشنق مع الاستاذ اولا يعارو، ولا خلا ضربوه، ولا الاستاذ يتضرب ويتقتل.
ما هذا يا هذا، حنا فين ولينا؟ حنا فين غاديين؟ ما بقى احترام الاب، ما بقى احترام الام، ما بقى احترام المخزن، ما بقى احترام الاستاذ، ما بقى احترام. ما فهمتش. وكملوها وجملوها بهاد بولحيه. دابا هاد بولحيه هذا راك دابا ماشي قلت لكم حوته وحده كتخن الشواري. راه المشكله هو انك ما كيخليكش انك تثيق، يعني يعني تقول ما نثيقش في شي واحد، واخا انك تلقى كيما تنقولوا هذاك السيد راه صالح ويعاونك، ولكن كتقول السيد شادينو مينطينو وباس كيقرا سوره مريم. انت سوره مريم والقران والذكر الحكيم ما منعكش انك دير ديك الجريمه وتجبد السيد مصارلو وتمثل به وما نعرف شنو دير ليه. سوره مريم ما تفكرتيش ديك الساعات، او الذكر الحكيم كامل ما فكرتيش، ما قلتيش راه انا عند راه هذه يعني همزات الشيطان واستغفر الله العظيم ونحضر. حسبنا الله ونعم الوكيل. انا هادشي اللي غادي نقول. خلينا نغسل معناتي. هذا هو الفيديو انا اللي جيت ندير معكم اليوم على هاد المساله هذه. حسبنا الله ونعم الوكيل. كيف ما قلت لكم انا غنخلي لكم مقاطع ديال هاد الشيباني. لا حول ولا قوه الا بالله. ما خليتي الناس ما يقولوا.